السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رسالة جات لي على الخاص أثرت فيا جدا واتعلمت منها حاجات كتير جدا، فاستأذنت صاحب الرسالة دي إني أعرضها عليكم وأقرأها لكم ونحاول نستفيد أو نتعلم منها كلنا. الرسالة دي من دكتور حاتم عبد السميع، بيقول في رسالته: أنا دكتور تخدير وكنت رايح أخدر واحد صاحبي وكان ابنها الوحيد. والدته عندها مشاكل كتير في القلب وضغط وسكر، وقلت له يمكن يحصل لها مضاعفات كتير بسبب العملية، ممكن تصل للوفاة. قال لي الأعمار بيد الله وتوكل على الله. وسألني ايه اخبارك في الصلاة؟ قلت له بصلي في البيت او في الشغل وساعات بقطع في الصلاة. فكلمني ساعتها عن فضل الصلاة في الجماعة وعن فضل الصلاة عموما في المسجد والمحافظة عليها. قلت له تمام، عشان بس ظروف شغلي، ورحت خدرت والدته والعملية عدت على خير الحمد لله. وبعدها بأسبوع شفت والدته كانت جاية تتابع العملية ولابسة اسود في اسود، فرحت سلمت عليها واطمنت عليها وسألتها عن محمد ابنها. قالت لي محمد مات وهو بيصلي الفجر في المسجد. بيكمل الدكتور حاتم وبيقول: ساعتها حسيت ان قلبي وقف وما كنتش شايف ولا سامع ولا حاسس بأي حاجة، وسبت شغلي وسبت اللي في ايدي ونزلت جري بسرعة اصلي العصر في المسجد. ومن ساعتها وانا بقالي 10 شهور بصلي في المسجد اغلب الاوقات، وكأنها كانت رسالة من ربنا سبحانه وتعالى عشان احافظ على صلاة الجماعة في المسجد، والحمد لله. وربنا يرحم اموات المسلمين جميعا ويغفر لنا. ودي كانت رسالة الدكتور حاتم. الرسالة دي أو القصة دي ممكن نفهم منها ونطلع منها بدروس كتير جدا. أولها إن أنت لازم تفهم رسائل ربنا ليك سبحانه وتعالى، لازم تقرأها وتقرأها صح، ولازم تستغلها صح، لأنك لو استغليت الرسالة دي في وقتها هتشقلب حياتك، هتغير حياتك 180 درجة، هتكون دي نقطة التحول في حياتك. الدكتور حاتم بيقول لي من ساعة الموقف ده وأنا ما سبتش ولا فرد، رسالة من ربنا قلبت حياته عشان فهمها صح واستغلها صح في وقتها. فلما تجيلك رسالة من ربنا سبحانه وتعالى افهمها واقراها صح، وما تضيعش وقت وما تسوفش وما تأجلش، استغلها في وقتها، لان انت مش كل شوية هيجيلك رسالة من ربنا، ولو فوتت رسالة ورا رسالة ورا رسالة ممكن الرسائل دي ما تجيلكش تاني. الرسالة التانية من القصة دي انك في احلك ظروف حياتك ما تسيبش الدعوة لربنا سبحانه وتعالى. يعني ده امه كانت في المستشفى والدكتور جاي بيقول له التخدير هيبقى ليه مضاعفات على والدتك لان عندها سكر وضغط وحاجات وممكن يؤدي للوفاه. فقال له توكل على الله، سيبها على الله وقول لي بقى احكي لي عن صلاتك. يعني انا بقول لك والدتك ممكن تتوفى، ممكن تموت بسبب التخدير اللي انا هعمله لها، تقول لي كلمني عن صلاتك. فمهما كان حالك ومهما كانت ظروفك ما تبطلش تكلم الناس عن ربنا سبحانه وتعالى. اللي بيحب حاجه او اللي بيحب حد بيبقى عايز يكلم الناس كلها عليه، اللي بيحب اغنيه بيبقى عايز يسمعها للناس كلها، واللي بيحب فيلم بيبقى عايز كل الناس تتفرج عليه. امال اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى، فمهما كانت ظروفك ما تبطلش تكلم الناس عن ربنا، لان ممكن كلامك في الوقت ده يغير حياة انسان. محمد لو ما كانش كلم دكتور حاتم عن الصلاة في الوقت ده، الدكتور حاتم كان ممكن ما يبقاش ملتزم بالصلاة زي دلوقتي. فمهما كان حالك ما تبطلش تكلم الناس عن ربنا سبحانه وتعالى، ومهما كان حالك برضو ما تسيبش الصلاة. يعني الدكتور حاتم بيحكي لي بيقول لي انه في عز ما احنا بنعمل العملية ووالدته في غرفة العمليات، كان اول ما الاذان يأذن يجري على يسيب اللي في ايده، يسيب الدنيا كلها، يسيب والدته ويسيب حاله ويسيب الدنيا بحالها وينزل جري علشان يصلي في المسجد. فمهما كان حالك برضو اوعى، مهما حصل اوعى تسيب الصلاه في وقتها. والحاجه الثالثه اللي ممكن نتعلمها من القصه دي ان الدكتور حاتم قال لي بعد كده ان كل ما بفتكر محمد في صلاتي بفضل ابكي وازعل ان ما لحقتش اتكلم معاه اكتر من كده واسمع منه اكتر. فدي نقطه مهمه جدا تعلمنا ان لما حد بقى يجي يكلمك عن ربنا، او لما حد يجي يدعوك الى الله، او لما حد يجي ينهاك عن منكر او يامرك بمعروف، تسمع منه ما تقاطعهوش، عشان ممكن الكلام اللي انت بتسمعه ده يكون هو نقطه التحول اللي في حياتك اللي هتشقلب لك حياتك. ممكن اللي بيكلمك ده يكون هو ده رسالتك من ربنا سبحانه وتعالى. حد جاي يكلمك عن ربنا سبحانه وتعالى، مش لازم بعد كده يموت بقى ويا ده مات بعد ما كلمني، ده هي دي الرساله. مش لازم، حد جاي بيكلمك عن ربنا سبحانه وتعالى هي دي رسالتك، فخد رسالتك وافهمها واستغلها، اسمع منه، يمكن الكلام اللي هتسمعه ده ما تسمعهوش تاني في حياتك. وبس كده، ده كل اللي كنت عايز اقوله من الفيديو ده. افهم رسائل ربنا ليك سبحانه وتعالى واقرأها صح واستغلها صح. ما تسيبش الدعوة حتى في أحلك الظروف اللي انت فيها، ما تسيبش الصلاة. لما حد يجي يكلمك عن ربنا سبحانه وتعالى اسمع منه، يمكن يكون ده آخر كلام هتسمعه، ودور على حد يعينك في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ولو حد عنده رسالة أو نصيحة أو قصة حابب يعرضها على الناس، حتى لو مش حابب اسمه يظهر، ابعتها لي في رسائل الصفحة وإن شاء الله نعمل عنها فيديو ونعرضها للناس ونستفيد ونتعلم منها. وبس كده، تحياتي هشام مصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله.